مساء الكريستال. جيش احتل دولة بالغلط والسبب كان جوجل مابس. في 2010 جيش نيكاراجوا دخل بالدبابات واحتل حتة من كوستاريكا، ولما الأمم المتحدة سألت القائد أنت بتعمل إيه هنا؟ قال لهم بسلامة نية أنا مشيت ورا الجي بي إس هو اللي جابني هنا. المفاجأة بقى إن الجي بي إس مش بيبعت لك مكانك، ايوه زي ما سمعت كده، هو مش بيبعت لك موقعه، انت اللي بتحسبه بنفسك من غير ما تاخد بالك. خليني اديك مثال، تخيل نفسك مندوب شحن تايه وبتدور على عماره الاستاذ بلهندي، خدت نفسك وسالت السوبر ماركت قال لك يا باشا العماره دي على بعد 100 متر مني، فكده معناه ان العماره دي ممكن تكون هنا او هنا او هنا او في اي نقطه على الدايره دي. فقلت انا محتاج معلومه تانية، رحت سالت الصيدليه قال لك عماره الاستاذ بلهندي على بعد 50 متر مني، قمت هوب راسم الدايره بتاعتك لقيتها اتقطعت مع الدايره الاولانيه بتاعت السوبر ماركت في نقطتين كده. قلت حلو، العماره يا اما هنا يا اما هنا. قلت خلاص كده ناقص لي معلومه واحده بس، رحت الراجل بتاع عربيه البطاطا وسالته قال لك يا بيه عماره الاستاذ بلهندي على بعد 40 متر من هنا. قمت راسم الدايره الثالثه ولقيت الثلاث دوائر اتقطعوا في نقطه واحده بس، وهي دي عماره الاستاذ بلهندي. وكل اللي فات ده ملوش اي 60 لازمه لو ما تعرفش ايه علاقته بالجي بي اس. الجي بي اس بيعمل نفس اللي انت عملته بالملي. الاقمار الصناعيه هي المحلات وموبايلك هو مندوب التوصيل. القمر بيبعت رساله فيها الوقت وموبايلك بيحسب الرساله دي خدت وقت قد ايه على بال ما توصل، ومن الحسبه دي بيعرف المسافه بينه وبين القمر وبيرسم دوائر وبيقاطعها وبيجيب مكانك بالظبط، وده اللي بيسموه المهندسين ترايلتريشن. بس خلي بالك لو حصل اي تاخير في الاشاره المابس ممكن تلبسك في حيطه او تخليك تحتل دوله تانية بالغلط. ولو عايز تعرف ازاي موبايلك بيحدد موقعك بدقه وليه بيستقبل اشاره من 4 اقمار مش من 3، اكتب لي في الكومنت جي بي اس وهشرحه لك في الفيديو الجاي.